بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. بنلاحظوا ان الحياة بقت رتمها سريع، وهنشوف الفيديو ده ونعلق فيه مع بعض. خلانا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. احمد، الناس تايهه، الناس مش مركزه، الناس مش عارفه احنا في يوم كام. رمضان كان لسه من 3 ايام، انا بلاقي الناس بتعلق زينه رمضان دلوقتي، وتيجي تقول لي ما حصلش تلاعب في الزمن. اي عقل يقول كده؟ ده انا لسه اول امبارح كنت بفطر رمضان اول يوم. ده بيحصل بهذا التسارع دلوقتي، وتحديدا من 19 ده بيحصل صح. بس ليه؟ كتر الاحداث اللي الواحد بيعيشها برضه بيشتت الناس كتير، ملهاش علاقه خالص. احمد، احنا بقينا يوم 4 و4، جمعه سنه مش ممكن. دكتور، انا شفت حد كان كاتب، كنا بنتكلم عن موضوع الزمن برضه، وبعدين حد كاتب كومنت قال لك جرب اشتغل 12 ساعه ورا بعض واتعب وشوف انت هتحس بالزمن ولا لا. خالص مش ولا هيحس بالزمن خالص. يعني واحد طالع عينه في شغل وشغال جامد 12 ساعه ومش حاسس بالزمن. انا اقول لك على حاجه وتجاوب بما يرضي الله. قول. انت متخيل احنا بقالنا قد ايه بنقدم الفقره دلوقتي؟ 3 سنين. 3 سنين. انا فاكر اول يوم قعدنا مع بعض لما كنا قاعدين الناحيه الثانيه وبنتكلم ونحكي. ده حقيقي. لسه كان امبارح. لا، ده انا قعدوا عليا كان 30 سنه وخلاص عشان بس اتاثرت. لكن الواقع لا خالص، كل حاجه بتعدي بسرعه جدا. حد تلاعب في نظام الارض خلانا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. احمد، حد من احسن التعليقات كاتب: دي سنة الحياة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي عليكم زمان يكون العام كالشهر والشهر كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعة. كلام النبي فيما معنى الحديث ان طبيعي لو انت فاكر انك هتعمر في الارض، العمر بيد الله والزمن وكل شيء بيديه. هو المحيي والمميت ومالك الملك ذو الجلال والإكرام. لا شريك في حكمه، خالق كل شيء ومتحكم في كل شيء. نعم، العلم مطلوب ولكن لا يتعارض مع قدرة الله وحكمته وإرادته. ابحث وتعلم واخترع، ولكن عقلك يقف عند منتهى. يعني بفتكر كلام الله يرحمه مصطفى محمود العالم القدير، ان العقل فعلا بيقف عند منتهى، عاجز امام ارادة الله وقدرته. حد كاتب: حقيقي نمت وصحيت لقيت نفسي عندي 33 سنة الحمد لله. صح، حتى زمان كان عمر 40 كبير جدا، ولكن صغيرين عشان فعلا وقت بيجري جدا. طبعا الناس كلها او معظمنا فعلا، مش هنقوله بقى تلاعب، هنقولها تاني. الناس تايهه، الناس مش مركزه، الناس مش عارفه احنا في يوم كام. رمضان كان لسه من 3 ايام، انا بلاقي الناس بتعلق زينه رمضان دلوقتي، وتيجي تقول لي ما حصلش تلاعب في الزمن. اي عقل يقول كده؟ ده انا لسه اول امبارح كنت بفطر رمضان اول يوم. ده بيحصل بهذا لو هنقول بقى، ما نقولش بقى الناحية زي احسن تعليق اللي هي فعلا زمن الفتن. الزمن اللي هو ما بقاش فيه بركة زي ايام زمان فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت فعلا زي ما حد من الناس المعلقة واحسن التعليقات اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي هو زمن الفتن، زمن المحن، اللي هو يأتي على الناس زمان. السنة كالشهر والشهر كالأسبوع. فعلا الواحد والله ما بقى حاسس بطعم أي حاجة في الدنيا. من زي ما بقول ما بقاش في بركة، غباء وحقد وحسد بأمال البشر، عكس بقى اللي احنا اتربينا عليه أيام زمان، اللي هو الجيل الجميل وماما الله يرحمها والناس الجميلة دي. ما كانش فيه غباء، ما كان موجود طول عمر الخير والشر موجود، ولكن كان دايما في قناعة. كانت الجيرة حلوة، اللي هي كان في العشرة وكان في المودة وكان في الرحمة
والجيران اللي هم خايفين على بعض، اكل مع بعض. يعني ماما الله يرحمها كانت بتدي مميزة مثلا لو طبخة حاجة عاملة شوية ان شاء الله حباش، يعني مش هنقوله مثلا عاملة حاجة كبيرة، يعني لا، عاملة مربى، عاملة قلية ارنبيط. فاهمين انتوا فكانت دايما الجيران تهدي بعض حتى بأقل حاجة، بس كانت في عشرة، وكانت بس هي ما صانتش العشرة، غدرت بيها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وكل جاحد وكل غبي. وفعلا والله العظيم الواحد فعلا ما بقاش حاسس بطعم حاجة، زي ما بيقول كده. مش هنقول بقى تلاعب ومش تلاعب، زي ما قلت ان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام احنا دايما بنحاول ان احنا اي حاجة نقوله مثلا ايه وكالة ناسا اعلنت، مش وكالة ايه اعلى، ماشي احنا ما بنقولوش حاجة، ولكن فيها ايه اما نخلي المرجعية بتاعتنا اللي قال الله وقال الرسول. فاهمين؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في الاحاديث بتاعته قال لنا الحاجات اللي هتحصل مستقبلا. طبعا لا يعلم الغيب الا الله، بس ربنا كان عطيله بصيرة وحاجات بيرشدنا عليها وبيدلنا عليها عشان ما نوصلش لمرحلة الفتن اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فزي ما بقول الواحد ما بقاش حاسس بطعم حاجة والله في الدنيا، مفيش بركة. يقولك ده مفيش بركة فعلا. احنا نصلي يوم الجمعة نبص نلاقي الجمعة جاية. فاهمين انتوا الحتة دي؟ ما حتى رمضان ايام زمان كان في بركة وكان في خير كده، دلوقتي مفيش. ولكن هنرجع تاني نقول الخير في امتي الى يوم الدين. وانا شايفة ان الصراع بين الخير والشر حتى قيام الساعة، الصراع بين الخير والشر يا جماعة لحد قيام الساعة، بس ربنا يطلعنا منها على خير، ربنا بس يطلعنا منها على خير. وانا بقيت خايفة على عيالنا والله العظيم والأجيال اللي جاية. زي ما بنقول كده زمن فتن ومحن، فربنا يعينهم. اما احنا يا كبار مش مستحملين التحديات اللي احنا قاعدين، بصوا قاعدين زي ما نقول نخبط في بعض كده او نخبط في الحلقة. عارفين انتوا الاحساس ده؟ قاعدين مش عارفين اللي هي ايه، دماغنا مليان هم ومليان مشاكل، عكس ايام زمان اللي هي البركة والخير، وما بقاش في الكلام ده دلوقتي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. هي صلة الرحم تستغيث. نشوف احنا الحد بيقتل اخوه ولا اخته عشان المرض. مش عايزة اعمم ونقول ان كل فيديوهاتك بقت كده، انا بقول ان انا من الناس اللي انا حاسة فعلا يعني انا بقيت اتمنى الموت والله، مش حاسة بطعم الحياة. وانا برضو نسيت اقول ان انا دايما احلم بماما ان هي تعبانة. يعني انا حتى لو حد قال لي طلعي صدقة وكده انا الحمد لله بطلع. طب تعبانة لايه؟ قال لك بتبقى حاسة الرأي، يعني صاحب الرؤية نفسه بتكون حاسة بيه ان هو تعبان او مش مرتاح بقى، يعني تعب نفسي، تعب جسماني، تعب مرضي. في جميع الحالات هو مش مرتاح، صاحب الرؤية مش مرتاح. اللي احنا كده كنا ايام زمان نقوله ما يدرى الميت ما يدرى الحي. فاهمين؟ الواحد بقى عايش في قصة صراعات وعذاب مش لاقي لها سبب، اللي هو مثلا حسد ام ميسة، الغباء اللي انا مش عارفة اتخلص منه حتى بعد ماما زادت والجيران كلهم بقوا خلاص عارفين ان دي ولية كده ايه الوقفة مش بما يرضي الله ابدا.
فبقوا عارفين ان مجرد وقفتها كده لا، ده غباء وحسد، مش حته ست كبيره قاعده مثلا بتغير جو، او قاعده عشان قاعده لوحدها، مفيش الكلام ده. فانا حتى قلت يعني ايه، ممكن تتعظ بقى شويه، يعني موت الشباب مثلا، معها العيال معها الاحفاد، ربنا عطيها من من وسع، لما بنقول كده. بفتكر الآية الكريمة اللي هي فتحنا عليهم بركات كل شيء، اللي هم فرحانين بالدنيا والعيال والأحفاد. طب ما هو كله رايح فين؟ ما كله رايح في التراب. فهي عايشة بقى السيناريو ده، العيال والأحفاد وسعادتهم ومتجمعين حولها، مجمدين قلبها. طب ماشي، انت خدتي السعادة اهي، وخدتي، عايزة ايه؟ سيبي بقى غيرك يعيش الايه، السعادة دي، او ما تحسديش بقى ارزاق العباد بقى، انت عشتيها، غيرك ما عاشهاش، كنت سبب في اذيتها. ماما الله يرحمها، تمام، دمرت حياتنا ماشي خلاص، اتوب بقى لربنا بقى، وكفايه عليا كده، كفايه عليا حسد. انت فوق ال70 سنة، وربنا مبارك بقى في عمرك، وقاعدة بتطبخي وتغسلي، غيرك تعبان مثلا في المستشفى. ما احنا هنتكلم بقى على ايه، فاهمين انتوا النقطة دي؟ غيرك تعبان، غيرك جاله سرطان بسبب طبعا سحرك، طبعا بعد قضاء الله وقدر وكل حاجة، ومؤمنين موحدين، بس ربنا بيجعل لكل شيء سبب وقدر. كنت سبب اللي انت دمرت حياتنا. كفايه بقى شماتة، وكفايه، فاهمين انتوا النقطة دي؟ كفايه شماتة، وكفايه غباء، وكفايه غل، وكفايه حسد، واتوب بقى لربنا بقى. ده انا فوق ال70 سنة، هتعيشي ايه يعني؟ هتخلدي فيها؟ استغفر الله العظيم. فالموضوع عندي انا بقيت اتمنى الموت اللي هو، تعرفوا اما يبقى فيه حد سلسلة الحسد اللي هي بتموتك على البطيء كده، نقوله يعني مثلا حد يقول انا بموت، انا بقى بموت على البطيء من الحسد. وطبعا اقوى انواع الحسد واللي بيأثر في الواحد قوي، اللي هو الحسد من القرايب. يعني الغرب، او نقوله ايه، الغرب عادي، الغرب مش هيأذيكي، الطعنة والغباء والحقد والحسد بالنسبة لك ايه، واحد غريب يعني. لكن حد يبص في حياتك من اقرب الناس ليكي، دي اللي بتكسر الواحد قوي، وبيضطر يقول يا رب انا عملت ايه، انا اتقيت ربنا فيهم، انا فاهمين انتوا النقطة دي؟ فربنا يرحمنا برحمته الواسعة، مش هطول عليكم. انا عملت هنا زي ما انتوا شايفين كده، بس بقى اللي هقعد انا اكمل لانه بياخد وقت. هيبقى عندك شوية رز كده بايتين، هتسخنيهم، هتحشيهم. طيب هتحشي ايه؟ بصوا انا عامله والله تخديله بصل، يعني اظن مفيش ابسط من كده اهي. عامله تخديله من البصل، بس عشان هقوم اغسل ايدي عشان الفيديو ما يطولش. طب البصل ده اعمل ايه بقى؟ اضيف عليه بقى لحمه مفرومه، صدر فرخه، بلاش ما عندكيش او الحياه صعبه، ضيفي يا ستي جبنه، ضيفي لانشون، ضيفي بسطرمه، فاهمين انتوا؟ اي مكونات عندك. لكن لو عندك حته لحمه مفرومه كده تكوني حباسه يعني، عشان تدي طعم طبعا للرز اهي. وبحاول ان انا بكبسه كده، يعني شكل عايزه تعملي سمبوسه، او تعملي الشكل اللي هي بتاعت الكوبيبه انا عاملاه شكل قرطاس كده جميل. هتقليه في الزيت ماشي. انا عامله بالقمع ده، بيفكرني بماما الله يرحمها، القمع ده بتاع البسكوت والحاجات دي.
بصوا يا جماعة، لو عايزين تقلوه اهي شكل هدخله الفرن يبقى زي الكوبيبة كده، بس على شكل قرطاس جميل اهو شكل الام. عايزة تحطي بقى عليه كاتشب وخلاص، شوية زيت وكاتشب كده او صلصة تبقى تمام. عايزة تاخديه تقليه في زيت او ببيض ودقيق وبقسماط ماشي، يعني كده او كده. انا هدخله الفرن، احط شوية زيت كده وصلصة او كاتشب من فوق الوش كده، يعني يديله ايه لون مغري شوية، او تحطي جبنة شيدر من فوق الوش وتدخليه برضك في الفرن. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.